السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ويكونوا اولادنا جميعا بأتم الصحة وكمان بأحسن حال. تعالوا النهاردة اديكوا اسبوع جديد للانش بوكس. انا كنت منزلة فيديو الاول هتلاقوه على القناة، برضو افكار جديدة للانش بوكس، والنهاردة ان شاء الله الفيديو التاني. النهاردة الفيديو مكون من اسبوع اقتصادي لوجبات اللانش بوكس، يعني مش هيكون فيها لحوم، لكن برضو هيكون فيها وجبات صحية ومغذية لأطفالنا في المدرسة. ليه هننوع؟ عشان أطفالنا في بيعتادوا على السندوتشات فبيزهقوا فبيرجعوا لنا بيها، فاحنا مش عايزين كده، لا احنا عايزين ان هم يتغذوا كويس وياكلوا الكمية اللي جسمهم محتاجها يوميا، فبالتالي ننوع لهم احسن ونحط لهم حاجات جديدة عشان ياكلوها. يلا نبدأ. اليوم الأولاني هتحطي سندوتش جبنة قريش، بس تدخلي حاجة مع الجبنة القريش عشان مش كل الأطفال بتحبها. يعني مثلا لو تقطعي عليها فلفل ألوان، خيار مبشور، جزر مبشور، ده هيغير من طعمها ويحليه. هتحطي معاها خيار متقطع شرايح، وكمان لو عندك في الفاكهة حطي بلح، بس شيلي منه النوى بتاعته عشان لا قدر الله هو ما يشرقش منها وما يبلعهاش. اليوم التاني هتعملي سندوتش فول اسكندراني بس من غير بصل عشان ريحة النفس لأولادنا في المدرسة. هو بس اعمليه بطماطمايه وفلفل ألوان متقطع وشوحين، مثلا لو مع زيت زيتون هيبقى حلوة جدا، زيت زيتون مفيد جدا للأطفال. هتحطي معاه خضار، ايه عندك؟ خس وخيار قطعيهم شرايح برضو حطيه مع اللانش بوكس. الفاكهة عندك موز. اليوم التالت عندك سندوتش بيض اومليت، اعملي البيض اومليت تحطيه مثلا في عيش شامي اللي فيه رول هيبقى حلو قوي، هتحطيه في مثلا في عيش كايزر او فينو براحتك، بس بتنوعي عشان يكون فيه تجديد كل يوم، حطيه في عيش شامي افضل. في الخضار عندك جزر وفلفل بارد، ما تحطلوش حاجه مشطشطه لان هو في مدرسه فمش عايزين ان هو يتعب. هتحطي له فلفل رومي اخضر او الوان بارد مع الجزر زائد الجوافه. لو في اليوم ده او الايام دي طفلك فيه مثلا معاه امساك شويه ما تدلوش جوافه، ممكن تديله اي نوع فاكهه تاني. اليوم الرابع عندك سندوتش جبنه فيتا اللي هي الجبنه التلاجة، مع سندوتش حلاوه، يعني برضو سندوتش وسندوتش زائد جرجير وخس، ده في الخضار، وكمان في الفاكهه هتضيفي له عنب. اليوم الخامس عندك سندوتش بطاطس بوريه، اعملي البطاطس بوريه في البيت، ممكن تضيفي عليها حاجات تانية براحتك، ممكن تسيبيها لوحدها كده في الساندوتش. اوكي، عندك في الخضار هتضيفي طماطم شرايح، وعندك في الفاكهة بلح عجوة برضو تكوني شايلة منه النوى بتاعته. نيجي اليوم السادس عندك سندوتش بيض مسلوق، اسلقيه واقسميه كده شرايح على الساندوتش ومعاه خيار في الخضار وكمان موزة في الفاكهة. اليوم السابع معاكي سندوتش فول بالطحينة، يعني بعد ما تعملي الفول تسخنيه تدفيه شوية، تضيفي عليه مثلا معلقة زيت زيتون ومعلقة طحينة وضيفي منه فيه سندوتشين لأطفالك. تاني حاجة الجزر والطماطم، ده بالنسبة للخضار، وكمان تقدري تضيفي كصنف فاكهة البطاطا تكوني شوياها او سلقاها في البيت، تشيلي منها القشر وتقطعيها مكعبات يقدر ان هو ياكلها على طول من غير ما يبهدل نفسه. ده بالنسبة للأسبوع الاقتصادي، وإن شاء الله يكون على قد الإيد وربنا يعيننا جميعا. عارفة إن الأسعار غليت، بس ربنا يعيننا جميعا ونقدر نغذي أطفالنا غذاء صحي مفيد ليهم مفيد لجسمهم. أطفالنا في المدارس بيكونوا محتاجين أكل صحي عشان يقدروا يركزوا كويس، والذاكرة معاهم تكون قوية كويس عشان يقدروا يحفظوا دروسهم وما ينسوهاش ويقدروا يركزوا كويس. يا رب اكون فدتكم في الفيديو. والكمية بتختلف من طفل لتاني، يعني انا بقول سندوتش، انتي ممكن تضيفي اكتر لو طفلك كبير او لو طفلك يعني ما شاء الله بياكل اكتر. لو في محتاجين اي حاجة يا ريت تكتبولي على طول وانا هرد عليكم، وما تنسوش اللايك عشان ده بيفرحني جدا وبيفرحني ان الفيديو يكبر بيكم. شكرا ليكم وشكرا للمتابعة، باي باي.